ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن ماذا تعني كلمة ابن ناس. ابن ناس مش على الناس يا جماعة اللي معاها فلوس. ابن ناس على الناس المتربية صح، اللي ما بتجرحش حد، اللي ما بتأذيش حد، اللي يعني ماشية كده في الدنيا بما يرضي الله. دول اللي بيتقال عليهم ولاد ناس. ولاد الناس اللي اهلها مربيها صح، اللي هم شخصيات سوية، شخصيات متربية على ده لأ وده وده يصح وده ما يصحش. مش كل واحد معاه فلوس يبقى ابن ناس، مش كل واحد راكب لي عربية تقولوا عليه ابن ناس. ابن الناس دي للناس اللي هي سواء حد معاه فلوس ومعاه اخلاق تمام، حد مش معاه فلوس وعنده اخلاق تمام. لكن ما بتتقالش على الناس اللي عندها فلوس بس، ياما ناس معاها فلوس وناس يعني ما تتعاشرش وناس مش كويسة خالص، فدول ما يتقالش عليهم ولاد ناس. تمام. المفهوم ده لازم يتغير بجد. انا اعرف ناس والله بجد 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 معايا في الشغل. يعني انا بقول لكم دايما الحاجات عن تجربة شخصية، او انا شايفة قدامي موقف حصل مع حد. انا دايما ببقى عايزة افيدكم والله، يعني مش اكتر. انا معايا ناس في الشغل راكبين عربيات، ساكنين في مدينة نصر، ساكنين في المقطم، ساكنين في اماكن كويسة جدا، وهم معاهم فلوس وناس، اللي والدها رئيس قطاع، واللي والدها يعني مركز، واللي مامتها كانت مركز في الشركة. وناس شخصيتها وحشة جدا، وحشة جدا فوق ما تتخيل. ناس ما تتعاشرش، ناس تحس ان هي مش سوية اصلا. يحطوك في دماغهم طول ما هم قاعدين بيتكلموا كده تلقيح بالكلام. مثلا يعني ما بيتعاملوش كده ايه ما يرضي الله. وعندهم برضو ايه، عندهم ايه موضوع الاصول، يعني هم بيحبوا قوي يحافظوا على الاصول. ولو جه عزا يروحوا، ولو جه حد عيان يروحوا له في المستشفى. وبعد ما بيرجعوا من المشوار ده بتلاقيهم ناس تانية خالص، وناس وحشة جدا، وناس بتعمل حاجات يعني غريبة مع زمايلها. طب انت قبل ما تعمل الواجبات دي تمام، هو ربنا قال لنا كده، قال لنا يعني نزور المريض في المستشفى، نروح العزا، ونروح اما حد يموت له حد نعزيه والكلام ده تمام. بس انت لما بتعمل الحاجات دي لازم اما ترجع من المشوار ده يبقى عندك حتة كده جواك كويسة. انت ما تعملش حاجة وتسيب حاجة، يعني انت ما تمشيش على سطر وتسيب سطر. ما تعملش حتة وتسيب حتة، يعني ما اروحش اعزي واروح اعمل واجبات والحاجات اللي ربنا قال لي عليها، واروح اعمل زمايلي معاملة زي الزفت. احط دي في دماغي واحط ده في دماغي واحاول اطفشهم، واحاول اعمل لهم واتكلم عليهم في ظهرهم، واحاول ازرهم عند المدير، واحاول مش عارف ايه. وطول ما انا قاعده حاطه دي في دماغي وحاطه ده في دماغي وحاطه. انت بتعمل حاجات كويسه وبتزور مريض وبتروح تعزي الناس، وتروح هنا وتروح هنا، وبتجري في الخير والحاجات اللي ربنا قالك عليها. هو ربنا قالك روح عزي، وروح مستشفى زور مريض، وارجع طفش في زمايلك من الشغل، اتكلم على زميلك وحش، اعمل ان انت يعني مش اعمل، هو بيبقى سوسة اصلا. يعني ابقى سوسة واقعد يعني قوم زمايلك على بعضهم. اول ما زميلك يخرج من المكتب تروح متكلم عليه مع زميلك التاني ان هو عمل وسوى وسوى وازاي وحصل ووصل ده. هو ربنا قالك كده؟ ما تخليك ماشي كده، يعني بتعزي وبتروح تزور المريض وكويس في معاملتك مع الناس وزملائك في الشغل، وماشي بما يرضي الله. يا جماعة امشوا بما يرضي الله.
مش كل حاجة الفلوس، ومش كل حاجة المنصب، ومش كل حاجة ان انا لابس حلو وان انا شكلي حلو. في حاجات تانية. احنا في يوم من الايام هنموت. اعملوا لاخرتكم، اعملوا لاخرتكم. احنا هنروح فين؟ احنا مش مخلدين، احنا هنموت. خدوا حاجة معاكم كويسة، اعطفوا على الحيوان اللي في الشارع اللي انتوا بتضربوه ده حرام. آم، يعني خلينا كويسين مع بعض، مع زمايلنا في الشغل. الساعي اللي هو بيجيب لك مشروب وبيجيب لك في الشغل وبيودي لك ورقة ويجيب لك ورقة، ما تشخدش فيه، هو مش شغال عندك. كلمه كويس، كلمه باحترام، كلمه بأدب. حسسه ان هو زميلك في الشغل، مش شغال عندك. نتكلم مع بعض كويس، نتكلم باسلوب كويس، ومش كل حاجة نقول بقى. انا قلت لكم بقى مسمى ابن الناس ده ايه بالظبط. مسمى ابن الناس اللي متربية، مش اللي معاها فلوس. الناس اللي متربية كويس هي اللي ابن ناس، مش الناس اللي معاها فلوس ولا معاها عربيات ولا معاها منصب ولا معاها اي حاجة. الناس اللي عندها اخلاق كويسة، بتتعامل مع الناس كويس، بتعطف على الحيوان، بتعطف على الانسان، بتتكلم مع زمايلها بذوق، مع الناس عامة بذوق، سواء بقى زمايل او جيران او اي حد في الدنيا. نتكلم مع بعض كويس. هي دي الناس، ولاد الناس. انا يعني هو اللي خلاني اعمل الفيديو ده ان في جت قدامي يعني في الشغل، في حد بيقول على حد، يعني من الناس اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي معاها عربية ومعاها فلوس ومعاها بنت ناس. وفي حد قال دي بنت ناس. فبنت الناس دي يعني يتفت لها بلاد، من الناس اللي بتقول يعني تقول عليها يتفت لها بلاد. تطفش، تحطك في دماغها، تتكلم عليك من وراك، مش عارف تعمل ايه، بتعمل حاجات كده غريبة. بس في وشك بقى عربية ومكان كويس، ساكنة في مكان كويس وبتعمل برستيج وده، وهي حاجة تانية خالص. فالناس بتاخد بالظاهر، الناس بتاخد باللي بره بس. انت ادخل جوه، ادخل جوه الناس. ما تقولش على حد ابدا من شكله او حاجة ابن ناس. ابن ناس دي للناس المتربية، الناس اللي عندها اخلاق، الناس الذوق، اللي تتكلم معاك بذوق، اللي انت تحب تتكلم معاهم، ان انت تبقى مش نفسيتك مش شايلة منه وانت بتتكلم معاه. تحس كده ان انت بتتكلم مع حد عامل زي الملاك. تحس ان انت مرتاح نفسيا لما تشوفه، لان هو مريح. وبعدين اقول لك على حاجة، اللي هو مش الناس اللي هي مش محبوبة من الناس، بيبقى ربنا مش حاببها. لان اللي ربنا بيحبه بيحبب في خلقه. فالناس دي يعني الناس اللي هي مش محبوبة، ربنا مش بيحبها. وبس ربنا يهدي الجميع طبعا. وحبيت بس اقول لكم على الكلمة اللي جت قدامي النهاردة، علشان تبقوا عارفين ايه المسمى الحقيقي لكلمة ابن ناس. لو شايفين ان الفيديو ده ممكن يفيد حد، اعملوا له شير واعملوا لي لايك، وقولوا لي رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في الكلام اللي انا قلته. واعملوا لي اشتراك بقى، شجعوني، عشان لسه يعني عامله يوتيوب جديد وصفحه جديده على الفيسبوك. سواء كنت بتشوفنا على الفيسبوك او اليوتيوب، اعمل لي اشتراك او متابعه، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.